وبكده فعلا الطريقه دي او الميكانيزم دي هوريكم فعلا تقدروا تتخلصوا من كل الخلايا الميته اللي بتتجدد كل يوم وبتتكون كل يوم. فده مهم جدا علشان حتى البشره تيجي تستقبل كريمات الترطيب، لانه في ناس كتير قوي بتقول لي انا بحط كريمات وبرده جلدي ناشف. السبب ان انتوا ممكن تكونوا بتستعملوا شاور جل مش طبيعي فيه كيميكالز، دي اول غلطه. تاني حاجه ما بتستعملوش صنفره، ما بتشيلوش الخلايا اللي بتتكون في البشره كل يوم، وده مهم قوي ان انتوا تتخلصوا منه. وكمان اخر حاجه ان انتوا تستعملوها ان انتوا تعملوا ترطيب للبشره. ايه رايك في بقى حاجه اعمل بقى عايز ايه؟ بتعمل ايه يا شريف؟ بص، اولا انا وانا على الهوا بحس ان انا قاعد في بيتنا، وان المشاهدين اللي بيقعدوا يتفرجوا عليا او يتابعوني هم ضيوف عندي في البيت خلاص. وانا ليا بحب ابقى طبيعي، بحب اعمل كل حاجه، ما عنديش محاذير خلاص، ما دام ما عملتش حاجه غلط من وجهه نظري او حرام من وجهه نظري برضه، اوكي. انا يوميها الصنفره دي هي التطور الطبيعي للليفه وللحجره. اكيد كلنا بنتليف ولا مش بنتليف؟ انا مش ذنبي ان الناس ما بتتليفش، انا شخصيا بستخدم الليفه وبستخدم الحجر. الحجره دي بنستخدمها ليه والليفه ليه؟ عشان نشيل الجلد الميت اللي في الجسم. انا عندي في ركبتي دايما بيطلع الزبيبه بتاعت الصلاه في الركبه. لما بتتقل واللحم يبقى جلد ميت على جلد ميت بتبقى مش شكلها مش لطيف، وبعمل كده في وشي باي ذا واي في قورتي يعني. فانا يوميها كانوا معاهم المنتج الجديد ده، فانا استخدمته على الهواء وانا مقتنع جدا. ولو يعني رجعنا تاني هتعمل كده برضه نفس القصه تاني، وممكن الاسبوع الجاي اعملها في منتج اخر. انا يعني اولا ده صنفره، ما هياش كريم مزيل للشعر زي ما اتكتب. هو ما اتقالش بس كده، هو مش عايز اقول الحاجه عشان انت برنامج محافظ وانت مذيعه محافظه زي ما اتقال. وصعقت ان عندنا المصريين بقى المواضيع معاهم اوبن قوي انهم يقولوا الكلمه يعني.